دوني الراديي وحين رحلة في طلب العلم بيهي على كل حال مسألة رحلة في طلب العلم ننكر كتاب الخطيب البغدادي الرحلة في الطلب هو كتاب كاس هو النقطة التاريخية علماء قد كيوسف مريسين الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى رقبضا وشيوخه بتراجمتي سلغو شيغاي انه لا كلمay arday u noqday laakiin dhowr dhinac ka soo qaadano sheekhu wuxuu ahaa fuqahaa al-hanabil kamidaha ila nikala sam'ani u yiraahdo kaana imaam al-hanabila fi zamanihi fuqahaa al-hanabila waqtigiisii reer Baghdad isaga mufti u ahaa wuxuu halka ku gaaray ragii mashaahirta ahaa marjiciyada loo noqon jiray fiqiga hanbaliga buu arday u noqday waxa kamid ah ninka la yiraahdo Abu al-Khattab Mahfuz ibn Ahmad ibn al-Hasan Abu Talib al-Baghdadi wa 510 hijradu markay ahayd dhintay madhab al-Hanbali iyo shuyuukhdii sheekha fiqiga uu ka bartay aclaamta madhab al-Hanbali iyo usulkooda fiqiga marka tagtaan ibn Aqil iyo Abu al-Khattab iyo ibn Zaghuni iyo ibn Qudama ragaasad aad magacyadooda ugu arkay kutubta usul fiqiga markii laga hadlayo usul fiqiga ma xanaabilada ay hadlayaan fataawada markii aad aragtana ragaa in badan ku hor socon marka ninka ardayga in sheekho madhabkii mutamakkina markuu arday u noqday si fiican uu madhabku bartaa laakiin sheekha uu haduusan waxaan si fiican u aqoonin adna banaanka koriyo korkum baadil urdi shuyuukhdiisa fiqiga waxa kamid ahaa نكي مشهور كهاي حنبلي هاي أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي واسمه شن بقول يصدق حيث من هجرة المركي هذا انتي كبار الحنابلة وحال هذا على بدعة فيه اعتزالي علم المتكلمين يبدأ أصير تحت باشي لكن مع ذلك في الفقه وأصوله هي قواعد فقه الحنبلي هي فتوى سنين لوح اعترافية وبغدادي إيريا الله قدم بأيها رجع كله والله كل وحاكمين أبو سعيد المبارك بن علي المخربي وشيخ الحنابلة في وقته فقهنا كقاتي نكي سجهرتي شيخ الحنابلة بغداد هانشري القاضي أبو يعلى الإرادة والله إرادة فقهاء الحنابلة إذا قالوا لك قال القاضي هذيك يراهدان وحي أتشيدان أبو يعلى بأتشيدان كتب النوالية نكا أردي بيسي أبو سعيد المبارك بن علي المخربنا شيوخ ذي فقه عبد القادر أبو كمدة رحمة الله عليهم جميعا وحاكرتي هذا والسجارة باشيخنا يا شيخ قبت فقه حرير جارة وقد حيجري شيخ أبو سعيد المبارك بن علي وحول هانتري مدرسة وبغداد يستقوا كردسي وأرضاد انت يقولي ما دانوا فقه وحكو بريجري مركي وقيريو دي شيخاسي شبقوا يصدح يطبانوا يستقيو الوفاء بن عقيل استسند جيريودين مدرسة مامول كري وحال لور يجي شيخ عبد القادر بلور يجي هو سعيي هو إليه ومدرسة مركز مصلي قالوا نقول دونته بوسكي شيخ يسوي قال شيخ الحنابلة بوسكي يسوي بوحية مركز ولذلك إنسان الشاشة سمعاني إليه كان شيخ الحنابلة وإمامهم في زمانه في بغداد ولذلك أمان كتبت تراجم طبقات الحنابلة وأردني انت isaga ka horeysay wixii la qoray maana wixii ka dambeeyay aad baa loogu amaana inuu aimmatul fiqh al-hanbali kamid ahaana loogu sheegaa dhinaca xadiidka walaw sheekhu san sida fiqiga ku ahayn waxba uga bilowna shuyuukh ulama al-hadith ahna wa akfaristay laakiin qaybta xadiidka in la kala saaro sahih iyo dhaif kiisa وإنه أركي دونا يا شيخ كان كله فقه وقبضنا كذينا ما هني سيرة الرجل فقهاء هاتني زمن كزمن كذا وح طبيعي هاي هذا اشتغال كيس فقه يتصوف كون نقطة إن حديث كي الرجال الدوار ضي كان ضعيف كان ثقيه ماشي نكر الرجال شيء تصيح الدوار ضيو نكر الفقه دوي هاي المسائل تنا تنكد على تنا ما تنا محرام بتنا محين نقوم بدور ذكري نمنا تنا أرباب يحرين يمال خلوات قلب على دبور بشري لبدا كلا شيخ تشيدتي لكن سيدي طلبة الزمن كيسي شيوخ الحديث وهصفر يستوى وحري وحكم أبو محمد جعفر بن أحمد البغدادي السراج كنادي شري وشنبغ الجريد وهمك عدنتي
وحكمنا أبو القاسم علي بن محمد بن بيان البغدادي منك الذي شري وشن بقول يتوان كيدنتي وحكمنا أبو عبد الله يحيى بن الحسن ابن البنا منك الله يقال أحد الحفاظ الحديثها وشن بقول صدر يكوي انت رجع صدر كود الدنبي وشيوخ الحديث يحفاظ يستكملها رجعتنا رجع الله شيء عنك وعنسن رجع الحديث كبر لي كملها في باب التصوف شيخه اللازمي إلى مدة 30 سنة آداب الطرق يا آداب المريد نبرينا وهو حماد بن مسلم الدباس منك الله يراهده واستغنى جيريودي شنبق الله وطني يشنتي شيخ أصله ولي بحرو لماذا مريد لماذا هكاقاته لكنه شيخ كشك يا شيخ عبد القادر إنه مرر بلانسي أدوان هبونين ولا نقم الشريو مرر بلانسي شرف كقاضي حتى وكسمين شري لكن مع ذلك ويستغصب شري رحمه الله تعالى شيخ أرضي بدن نوالها انت كلية شيوخ دي سما هينا شيوخ دي سوي بدنين لكن تضبط سان كدين أرضي بدن وحولها إسقنا وحكا قاضتي لكن إسقنا شنطة وعن سنة بان كسو قاضا شيوخ الأرض وحكا قاضتي وحاكميدها نكي حنبليها لكن واجد الدنب عناية فيها التخصص كيسو حديث كان نقضي القاضي أبو المحاسن عمر بن علي من الخضر القرشي الذي سيرت دنتي شنبغل تضواتن يشانتي دنتي وشيخ آفر يطلن سنة كدن بي نوك كدن بي حفاظ الحديثنا كمين نقضي وحكمدها أرضي الشيخ وحكسو براتي وحكمدها نك أئمة الرجال في الحديث كمدة إلا إلى تقي الدين عبد الغني ابن سعيد المقدسي وكتبت بدل الرجال شيء أنصارتي مشتبهات في إسكاله نك أصلا يسوون دنت اللي حبقوا الهجرة المركة يا هيد وحكمدها الفقيه الحنبلي ونك عبد الغني أي المعذرنا هايين طلب كينا صاحبك وهايين أبو موفق الدين ابن قدامة المقدسي اللي هذا مغني العمدة في الفقه إسكاله ونك شخص ابن تيمية رحمه الله تعالى مركو كهلا يقولي هي أرض الشام دمشق ممكن بينك مركي دمبه وحولي أرض الشام لم يدخلها بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة من ابن قدامة كفقه بعد الأوزاعي أرض الشام ما بسوق لمنك ولا مغني إسكاله فقهنا الله مرة مخاطك عننا هذا القيمة بدناها كتاب روضة الناظر أصول كإسكاله كتب بدنا عقائدنا إسكاله نكاسنا أرضي الشيخ كمدها لبويلو علينا رجي فقهاء حنابلة قارقود قضاة النقدين با كمدها وكروينا وحوينا عبد الوهاب ابن عبد القادر الجيلاني نكاس ويلكاس ودش شنبق الله وطني اللوادي geeriyoodina 590 iyo 3 waxa la yiraahdaa ninka marka laga hadlayo kaana afqaha awlaadi sheekh ninka fiqiga ugu baadheer ugu yaqaan intii uu Sheikh Abdul Qadir dhalay rahimahullahu ta'ala wuxuu hashbulkiisa Abdul Qadir wa ibn Abdul Qadir waxa isaga laftiisu faqih baari aad caar u ah oo qaadi noqday Abdul Razzaq ibn Abdul Qadir al-Jailani oo isagana 528 dhasho 6 sano ka yara widkii hore 603 dhashay intay oo 10 sano ka dambeeyay isagana min fuqahaa waa labada fuqahaa Xanaabila ahaayeen oo tabaqaatu Xanaabila labada taariikhdooda lagu qoray oo lagu sheegay intaasna waxaan kaga bixi ardadii sheekhu ahaa oo labadiisa wiilay kamid ah raxmatullaahi sheekhu wuxuu dhalay 49 ilmood buu dhalayo badankooda ay wiilal yihiin sheekhu kutub badan buu ka tagay laakiin inta naga soo gaartay ama si rasmi ah loo sheegay kutubtiisu labana waa kutub isagu qoray midna isaga inuu qoray baa loo badan yahay laakiin muran baa ka jira saddexda kitaab midi waa kitaabkan la yiraahdo al-ghunya li talib al-haqq طريق الحق عز وجل في الأخلاق والتصوف والآداب الإسلامية من واقع وعاوة وحبا لنبا لنكا أقري دونان من لبعضنا حق على يقصوا بحين دونتا كتاب الجديد وحال إلى فتوح الغيب إلى هذا الاحتاج في الحنبري قرائن بالجواهر شان هامش كيسة فيكون ضعب عنها النسخة هذا هيستو استوى قار لو ضعب عين واجرة كسد حادي وهل مجلده ليراهدو الفتح الرباني والفيض الرحماني هذا وصدح كتابا من البحكير شرحي
kitaabkani sida sheekhu sheegay waa 5 qaybood qaybta koowaad wuxuu kaga hadlay si kooban fiqhiga iyo cibaadaadka oo salaada iyo zakada iyo soomka iyo xajki iyo aadaabti iyo adkaartiya buu qaybta koowaad kaga hadlay qaybta labaad aqaaidka iyo iimaanka iyo tawxiidka iyo nubuwaadka iyo aakhira iyo firaqa kala duwan iyo milalka iyo diimaha kala duwan buu kaga hadlay qaybta saddexaadna majaalis wa ashira la xiriira wa فتح الرب فتوح الغيب وكتابا قيبته كروي قيبته جودها معها فتوح الغيب كنا سنة وحبارنا كتسي دولا إن شاء الله تعالى هديان ليراد قيبته أفراد الحجر قيبته صدحات هذا قرآن كمجالس لحريرته هي مجالس أحواش وحل ليراده توضي تقوضي جنة النار تي فضائل الشهور والأيام مع الماء يبلها فضائل كودو كهذا قيبت أفراد شيخه أحكامتي عبادات كدب يقول نقضية وقيب كفا فهي صلاة بي صومك الدعاء دي وحي لمدكها قيبت شنادي وقيبت قدام بيسي التصوف كيو آداب المريد آداب الصحبة الأحوال والمقامات آداب العشرة وحيابها لمدك آداب السفر وحيابها لمدكها وكغاها الله ويا شيخ كتابك الله فتح الربانية والفيض الرحماني waxay ahayd majaalis wacdi uu sheegi jiray waa 16 fadhi majlis oo 62 majlis oo fariistay way oo sheekhu wacdiyay majlisku horeeyay wuxuu bilaabay 3 bishii shawaal 545 hijrada markay ahayd majliska ugu dambeeyana wuxuu ahaa 6 bishii rajab 546 markay ahayd intaas 62 meelood intuu fariistay wacdi uu ka jeediyay وحي يري ويا شيخ رحمه الله تعالى مرة كتابك واسك توجيهات مواعيد وانا ويا كتابك صدحالي وكتابك هالكن كويا له فتوح الغيب فتوح الغيب وحككبنا مقالات كم تضباط يسدد بهاي المسدد بيجارين فيريو مقالات وجودا بيسلامات عن كلا جران الله تكملة دي وتضوات السديد 10 ويسجنا طبعات كلا طبيعية كوا هراء أصوش قديمة أما هني كوا ضمبا وحان أركي تنو كلاته وأن أنت اللي يقيني وأكو قرن كوا ضمبا baa waxa gadaal lagaga daray qasaa'id aan kitaabkan ugu tagi doono aanay dhici karin ay mustaxiil tahay Sheekh Qaadir Miya sharaxahu Allah ta'ala labadaba mid waxa weeye ma yeelan karo wixii uu kutubtiisa kala ku sheegay oo dhan bay ka hor imanayaan qasaa'idkani mid labaad weeyo culimadii kitaabkiisan ka hadashay waxyaabo kale oo mulaaxadaad ay tilmaameen tan maba aynan soo hadal qaadinba inay wax yar yar tilmaamaan wixii ka cuslaayay ka weynaana aanay sheegin in waxaan kitaabka aynan ku jirin ee gadaal laga keenay ku tusi waxa saddexaad aan cuskanaynaa nusakha qadiimka kitaabka markaan u noqono waxaan damba lama socdo kuwa cusub oo hadda cidda bacday aan la garanayn bay gadaal qasaa'id kaga labaayeen marka qasaa'idkan been lagu daray weeye kitaabka walow saasay tahay xasaasay من قلائد الجواهر اسكالي وحوليه هاي فتوح الغيب كشيخ مقرن من أردد سي كاملة وأنواع ترجمت هواي زي الدين المرصفي الصيان اللي يراهدو بأولوريو مواعد وعدك الشيخ وعدين تري بوكا أولوريو نكاسا اسكدو برزيدي بوليه انت مركان كيف قدبو كتب كلا وحاتر الله تيري يا شيخ ساير إن بدنات كوارك صدح وأقول مشهورا كتاب وحال إلى الأوراد القادرية إلى هذا وحاول يرين إلى محمد سالم أيوب صلاة أحزاب بدعائي قصائد شركية كبوحة وننفلين الشيخ وأنا دعي كرينو يري منه وحال إلى هذا كتاب كالسفينة القادرية كاوح لقصه قولي وعاركي مانا نرك وحال اسكوروري السجنة محمد الأمين الكيلاني من اللي يراهدو لما كتابه اسكو داري مرك
كتابك ابن حجر ترجمة دي سمرك كتابك الله شرحيه وغبطة الناظم في ترجمة الشيخ عبد القادر أها iyo waxyaabo maxamed al-amin al-kaylani uu soo ururiyo qasaa'id iyo waxyaabo kale oo ku lamaaneeyay oo sida marka la soo guurinayo ayna dhici karin sheekh Abdul Qadir inuu yiri uu isna ku ururiyo kitaabka saddexaad waa kan al-fuyudat ar-rabbaniyya fi al-ma'athir wal-awrad al-qadiriyya kan ka hadlayna kaas inaga Soomaali ahaan si caam ah inoo soo gaaray walidaalka saasaan u dooranay kitaabkana waxa ururiyay nin la yiraahdo Ismaaciil ابن السيد محمد سعيد القادري بس كسو دبردي من كاسا وحوليه الشيخ السايري الشيخ السايري مشكلة الرجل شيخ وحوتيرين يا وحاوي وركن كتبتي سي كما يالو وحبادنا وكمدنا كتبتي سي بو كهر ايمانيا iyagana meel ay ka keeneen ma sheegan qaala sheekh Abdul Qadir ibn Kuleh wada qaala sheekh Abdul Qadir xagee ku yiri waxaan kutubtiisina ma waafaqsana meel aad ka keenteen lama yaqaan waxaan lagu yiraahdo way warar beenta nala dhaafato ururisay sheekhu waxaan ma dhihin hadaba kitaabkana inta shirkiyaad ku jirta markaan isaga u soo gudbo baan ka hadli doona waad ila arki doontaan waxa meesha ku yaala waxay dhaydeen jalal ghubaar satadri atahtaka farasan am himar faras yadamar waxa saarantahay markuu boorku kala dago baan ogaan doontaa kitaabka wuxuu yahay markaan hoos ugu daadaga baxar buxurkiisa ila ogaan doontaan انت waxaan ku darayaa qodobka kale ee xigeen sheekha kaga hadlaya waxa weeye waxa la yiraahdaa makaanatuhu ilmiya darajo iyo qiimeyn intee la eg buu ahlul cilmiga agtooda ka lahaa dhammaan intii taraajumta u samaysay sheekha ama han noqdo al-imam ad-dahabi fi sir a'lam an-nubala ama han noqdo al-imam al-hafiz ibn rajab al-hanbali fi dayr tabaqat al-hanabila ama raga kala han noqdaane waxa loo ugu wada amaanayaa ninkan in caalim inuu ahaa nin faqiih inuu ahaa nin waacida inuu ahaa nin cibaado iyo taaca badan oo zaahid inuu ahaa intaba aad baa loogu amaanaya qof kaamil ahna بعد الأنبياء وبشر كان كلا أهنا متشرو ولا كلا كامل تنيهي ولا كلا درجة سرية ولا كلا أخطاء بديهي ولا كلا صواب بديهي ذلك الله سبحانه وتعالى مسلمين أمدا بعد نبيها صحابة رفض بدن صحابة النبي عن سنين كلا فضل بدن أبو بكر رفض بديهي عمر كحجا عثمان كحجا علي كحجا بقية 10 المبشرين بالجنة كحجان بدريين كحجان بيعة الرضوان كحجتا بعد ذلك على خلاف أهل الحب الله هرمرين إياك يا الله هرمرين إياك إلى غير ذلك ضدك الله سبحانه وتعالى أنبياء وبكلا فضله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض مركز الشيخ رحمه الله تعالى فضائل البدن هي الصفات هذا قيمة بدن وبدن بو علماء كتل معمن ولو تراجمت بدن كذي أي تهي التراجم المنقبية وحل إلى من باب الفائدة كتبت مركي من تاريخ ذي لغا شاكين أيو طريقة علماء أي مرين والله وقيبات